لكنهم قالوا إن أول جمعة عقدها النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت يوم 12 من ربيع الأول. هذا عجيب. العام الأول للهجرة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وافى وجوده يوم الجمعة، لأنه بقي أياما إلى يوم الخميس فرضت عليه الجمعة، فإذا به يصلي بالناس الجمعة في بني عمرو بن عوف في المدينة المنورة قبل أن يدخل في ضواحي المدينة، قبل أن يدخل إلى المدينة المنورة. فصلى الجمعة لأول مرة بالمسلمين. ولهذا الفقيه لما قال فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت. وموطن القرى هنا إنما يقصد به مكة ويقصد به المدينة، أي الحرمين الشريفين، لكن الفرضية كانت ابتداء في مكة المكرمة كما قال بعض العلماء، وكانت انتهاء وتطبيقا وترصية في المدينة المنورة، فطبقت الجمعة في المدينة ولم تصلى الجمعة في مكة قبل الهجرة. ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة في مكة على الإطلاق، ولكن أول جمعة كانت بعد الهجرة، فكانت المدينة قد تشرفت بأن الله تعالى أعطاها هذه الخصوصية أن منبت الجمعة كان فيها، فشاء الله تعالى أن يقيض لها هذا الأمر.